الورم الليفي مش دايما خطر، بس لازم نفهمه. في حاجات بنسمع عنها بس بنخاف نسأل. والورم الليفي يعني ايه؟ هل هو ورم خبيث؟ هل لازم عملية؟ هل ممكن يمنع الحمل؟ الورم الليفي في الرحم هو نمو حميد بيحصل في عضلة الرحم، يعني مش ورم خبيث، بس وجوده ممكن يسبب أعراض، ممكن يعدي من غير ما تحس بيه خالص. في ستات بيكتشفوه صدفة، وفي اللي بتحس بأعراض زي نزيف غزير أو غير منتظم، ألم في الحوض أو ألم في البطن، انتفاخ في البطن، وأحيانا تأخر في الحمل. الورم الليفي مش نوع واحد، في منه اللي بيكبر جوه جدار الرحم، وفي منه اللي بيضغط على تجويف الرحم، وفي اللي بيكون بره الرحم من بره، وكل نوع ليه تأثير مختلف حسب مكانه وحجمه. طب ليه بيظهر؟ السبب مش دايما واضح، بس في عوامل بتزود احتماليته. التغيرات الهرمونيه زي هرمون الاستروجين، التاريخ العائلي، الوزن الزايد، وبعض الدراسات بتتكلم عن تأثير البيئة ونمط الحياة. هل لازم أعمل عملية؟ مش دايما، في أورام صغيرة ما بتحتاجش تدخل بس محتاجة متابعة، وفي حالات بنستخدم فيها أدوية أو تدخل بسيط زي الأشعة التداخلية. الجراحة لو الورم كبير أو مسبب مشاكل زي وجود نزيف لا يستجيب للعلاج أو ألم مزمن بالحوض. والحمل، في ستات بيحملوا عادي رغم وجود الورم، في حالات بيأثر فيها على حدوث الحمل. عشان كده المتابعة مع دكتور متخصص هو المفتاح. أسئلة كتير بتتكرر حوالينا: هل الورم الليفي بيقلب لورم خبيث؟ لا، ورم حميد. نسبة تحوله لورم خبيث لا تزيد عن 1/10%. هل لازم أشيل الرحم؟ لا، في أغلب الحالات ممكن إزالة الورم من غير استئصال الرحم، لكن الرغبة في الحمل وعامل السن ليهم تأثير كبير في القرار اللي بناخده. هل ممكن يختفي لوحده؟ أحيانا بيظهر بعد انقطاع الطمس بسبب نقص الهرمونات، لكن نادرا ما يختفي تماما. في الآخر الورم الليفي مش نهاية ومش دايما خطر، بس تجاهله مش حل. اسألي، افهمي، تابعي، علشان صحتك مش رفاهية، صحتك وعي.